السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض فطاير للفطار اللي هي الفطاير المقليه المنفوخه. ممكن تعمليها للفطار او اي وقت مع الشاي. يلا نعملها مع هنجيب طبق غويط وهنحط كوبايه حليب ونص كوبايه ميه فتره طبعا والحليب فاتر، ومعلقه خميره جافه، وهنضيف معلقتين سكر، المعلقه الكبيره اللي احنا بناكل بيها، عليهم كوبايه دقيق، وهنقلبهم مع بعض. ممكن تغطيهم ببلاستيك فيم او كيس نايلون او اي غطا عندك، وتسيبيه في مكان دافي. هنا هي اختمرت واضحة طبعا. بعدين هنضيف نص كوباية زيت او اقل من نص بشوية، وبيضاية، واقل من يعني ذرة ملح يعتبر، وهنضيف شوية فانيليا علشان البيض والزفارة. نقلبهم بعد كده هنضيف الدقيق علشان نعجنها. هي ممكن تاخد في حدود 3 كوبايات او من 3 ل 4 تاني. هنضيف عليها الدقيق لحد ما تبقى تشكل معانا عجينة حلوة كده ان ينفع تتفرد. انا حطيتها على الترابيزة علشان الطبق اللي كان فيها كان صغير ومكانش ينفع اعجن فيه. هنا بعد ما عجناها حطيناها في الطبق تاني، وهنغطيها ونسيبها في مكان دافي عشان تخمر. هنا بعد ما اختمرت واتضاعف حجمها هنفردها بعدين هنفردها. فردناها هنجيب قطعة او كوباية نقطعها كده، او بالكوباية برضو كده للي ما عندوش قطعة.
قطعناها كلها. هنشيل الزيادات. بعد ما تشيليها طبعا هتعجنيها وتفرديها تاني وتقطعيها بنفس الطريقه. قطعنا الكمية عندنا وشلنا الزياده، وبعد كده هنفرده تاني ونقطعه تاني لحد ما كمية العجين تخلص عندك. اهم ما في الموضوع بس ان هو ايه، تبقى سمكها كده، تبقى سميكه، ما تبقاش رفيعه. هتجيبي صينيه عليها نايلون او فوطه مطبخ نضيفه وتحطيه كده عليها. بعد ما نحط الكميه كلها هنسيبها تخمر تاني وتتضاعف. بعد كده هنحمرها، تغطيها. بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها هنكون محضرين زيت سخن على النار، وهنضيف واحده واحده كده. زي ما انتم ملاحظين هنا ابتدت تتنفخ اهي. هنسيبها لما تتحمر، بعد كده هنقلبها على الجنب التاني. هنا هطلع اللي اتحمر